شوفي إذا الله يعني أعطاني العمر، طبعًا الأعمار بإيده، حابة أكتب قصة حياتي، كتاب. مثلًا أنا باعت حالي صندوق أسود، في توقعات خطيرة جدًا ما باقدر أطلع أقولها، ممكن أعمل كتاب، هالكتاب بيكون مسكّر لمّا الله ياخد أمانتي. طبعًا يا رب. باتمنى إنه أنشر هالكتاب عربي، إنجليزي، فرنسي، لإنه حيكون كتاب مميز جدًا، والتاريخ هو بيشهد على ال الكتاب اللي أنا حانزّله بقى بعد سنوات، بعد 5 سنين أو أكتر، الله العليم طيب إمتى، هذا الكتاب بس حابة حدثي؟ أعمل كتاب. الكتاب حدثي والّا عن قصتِك أنتِ والّا في أشياء للمستقبل؟ لأ، في أشياء طبعًا للمستقبل، إذا بدِّك رح تستغربي، أنا عندي أحيانًا توقعات من هون ل20، 25 سنة أو أكتر، ما عم باقدر طلّعها. في أشياء خطرة كتير ما في أطلّعها، بالعالم شو راح يصير ووين ووين. يمكن اللي يلّي عم يعملوا الاختراعات ما بيقدروا يعرفوا وين حيوصل العالم بعدين فينا. أنا عندي إحساس وليش بدي أكتبه عشان يضل تاريخ هيدا. هو للأسف في شي بده يحصل. أنا يعني مثل انفجار كبير بالعالم عم باحكي، بيهز ضمائر العالم وبيجعل المنطقة كاملة تختفي عن وجه الأرض. وهذه المشاهد سوف تحبس الأنفاس، ونحن عم نشاهدها على وسائل الإعلام في أحد الدول العالم. كما أرى هناك عدد من الدول تتأثر بسبب هذا الحدث، وأرجو من الله أن لا يصير هذا الحدث. بس أنا بشوفه يمكن الانفجار الكبير ممكن يحصل خلال 25 26، الله العليم. دايما الوقت أنا بقول هو بإيد رب العالمين. منشوف وقوع أنشطة إرهابية بتطال فرنسا، والحكومة الفرنسية بتتدخل وبتسيطر على الوضع، وقوات الأمن الفرنسية بتنتشر على الأرض مع عودة الاحتجاجات والفوضى إلى الشارع الفرنسي من جديد. هلأ ليه وكيف ما بعرف. بيشهد العالم حالة من الرعب والخوف بسبب انتشار ضباب كيمائي في أجواء وسماء بعض الدول. بعض دول العالم، يعني أنا عارفة وين بس ما رح سمي. سنرى ونسمع عن أكثر من انقلاب مفاجئ قد يحصل في عدة دول عربية خلال الأشهر القادمة، مما قد يؤدي إلى حصول تغيير كبير ب3 أو 4 دول، اللي هي بال25 أوائل ال26 أو أواخر 25، الله أعلم. أرى أن الرئيس ترامب لن يهدأ خلال هذه المرحلة حتى يتم تحقيق السلام في المنطقة، حتى لو اضطر إلى دخول أكثر من حرب بهدف تحقيق هذا السلام القادم على العالم. وأخيرا أرى أن أكثر الأهداف والقرارات التي أطلقها الرئيس ترامب سوف تتحقق على الأرض وربما أكثر، كما أرى صدور المزيد من القرارات من الرئيس ترامب، وهي قرارات في غاية الجرأة والقوة وغير مسبوقة من أي رئيس أمريكي سابق. وأرى أن الزيارات التي سيقوم بها الرئيس ترامب لبعض الدول ستكون مفاجئة جدا وغير متوقعة أبدا. المرحلة المقبلة ستحمل معها تطورات كبيرة، ومعها على الساحة الإيرانية الداخلية والخارجية، وإيران ستشهد تغيير داخلي كبير سواء في السياسة أو العسكر، وسنرى ظهور وجوه جديدة على الساحة الإيرانية من خلال هذا التغيير. كما سنرى إيران تقوم بإعادة ترتيب علاقاتها مع أغلب الدول العربية والإسلامية، وخاصة مع لبنان وسوريا ومصر. أرى المرحلة القادمة ستحمل معها ملامح اتفاقات دولية من عدة دول عربية لبداية توقيع معاهدات أو اتفاق سلام مع العدو الإسرائيلي، والتي أراها ستحصل لا محالة. واتفاقات السلام سوف تشمل أكثر من دولة عربية، وأهمها لبنان وسوريا والعراق، حتى ليبيا إذا بدك، وعدة دول عربية أخرى. ودولة فلسطين المحتلة سنراها في قلب هذا الحدث. أرى
أن الصراع والعمليات العسكرية في اليمن لن تبقى كما هي اليوم، وهذه الحرب على أرض اليمن سوف تتوسع، وإسرائيل تدخل على خط المواجهة مع اليمن، وأمريكا تقرع طبول الحرب والتصعيد الكبير من اليمن إلى خارج حدود اليمن. ومدينة صنعاء تشهد حرب دامية وفوضى عسكرية عارمة تحمل المزيد من الضحايا. كما أرى حصول المزيد من عمليات الاغتيال لقيادات وشخصيات كبيرة من الصف الأول، وأرى أنه لا وجود لإنصاف الحلول في اليمن مع الرئيس ترامب أو مع أمريكا، لأنني أرى أن أمريكا سوف تستعمل مزيد من القوة الضاربة حتى يتم تحقيق أهداف هذه الحرب الطويلة، ولا أستبعد أن تستعمل أمريكا سلاح متطور. وبالنهاية أرى مدينة صنعاء خالية من السلاح والمسلحين والحوثيين خارج صنعاء وخارج ميناء الحديدة. لذلك ومن هنا سنرى اليمن خلال المرحلة القادمة خالية من المسلحين، مع بناء جيش قوي وحكومة جديدة ورئيس يمني بارز وقوي يجمع كل اليمنيين تحت سقف الدولة والسيادة والقانون. سنسمع عن اختفاء مفاجئ لأحد الرؤساء أو الزعماء والقيادات المرموقة المعروفة حول العالم، وذلك خلال الأشهر القادمة بسبب حدث مؤسف ممكن تكون لطيارة رئيس، نفس الطيارة اللي انعادت قبل، الله يرحم الرئيس الإيراني، نفس الحدث حنشوفه، أو لزعيم، أو بحوم حول هالخطر حول مقر بيته. ستشهد أمريكا حالة من الحزن والحداد العام بسبب حصول حدث مؤسف هلا لأحد الرؤساء، لأحد الشخصيات الكبيرة، الله أعلم. وأنا عندي قلق على الرئيس ترامب بصراحة. سوف تتركز الأنظار ومعها الإعلام خلال المرحلة المقبلة على الرئيس عبد الفتاح السيسي لحدث ما، ومن هنا أرى أن ملامح مؤامرة لمحاولة هز الاستقرار الأمني والسياسي في مصر، وهذه المؤامرة لن تنجح بإذن الله، لأنني أرى أن قيادة الجيش والشعب المصري ستبقى خلف الرئيس السيسي لحماية الرئاسة والسيادة وحماية الشعب والأراضي المصرية من كل المؤامرات، وأرى أنهم لن ينالوا من مصر مهما حاولوا أو تآمروا. ستشهد تركيا المزيد من الفوضى والمظاهرات الغاضبة سواء في مدينة اسطنبول أو في عدة مناطق وشوارع تركيا. كما أرى علامات الاستفهام ترتسم حول الرئيس التركي أردوغان، وقد تكون تركيا قادمة على مشهد جديد يحمل الكثير من التغيير في الوجوه السياسية التركية. وعندي قلق على الرئيس أردوغان، يعني إن شاء الله الله يعطيه طولة العمر، بس أنا قلقانة وخايفة عليه من هون لآخر 25، قبل آخر 25 أوائل 26 سنرى دخول الرئيس بوتين إلى أحد المستشفيات بشكل مفاجئ لحدث ما، والإعلام ينقل الخبر. ستكون أنظار الناس والإعلام مشدودة إلى مشاهد حصول جريمتين خلال 25. الجريمة الأولى تطال أحد الإعلاميين للأسف، والجريمة الثانية أراها تتعلق بكل أسف بأحد أهل الفن العربي، وهناك جرائم أخرى أراها ستطال بعض أهل السياسة وفي أكثر من دولة، ولا أستبعد أن تطال هذه الجرائم شخصيات سياسية خلال المرحلة القادمة. قد نشهد حصول كوارث كبيرة في أوروبا جراء الحروب والجوع كما سنرى كارثة إنسانية مؤسفة جدا تضرب أحد دول أوروبا خلال الفترة المقبلة بال25 وال26، وسنرى على وسائل الإعلام مشاهد مؤلمة وقاسية لم نراها من قبل تحصل في تاريخ أوروبا. كما أرى مشاهد خطيرة تضرب أوروبا بسبب الكوارث الطبيعية اللي بدها تجي والحروب والأمراض بسبب التغييرات المناخية التي ستطال بعض دول أوروبا بشكل قاسي جدا ومخيف. سيسمع العالم من جديد عن عودة انتشار مرض الإيدز، وبشكل واسع ومخيف يؤدي إلى حصول حالة واسعة من الهلع والقلق بين الناس، ومنظمة الصحة العالمية لن يكون لها دور فاعل للأسف أمام هذه الكارثة. سنسمع عن ظهور أمراض وفيروسات مؤذية ومخيفة بتنتشر حول العالم خلال المراحل القادمة،
وأرى أن الطب والعلماء بيقوموا بتجهيز عدة لقاحات لهذه الأمراض، لمحاربة هذه الفيروسات والقضاء عليها، ولكن للأسف لن يتوصل الطب من تحضير لقاحات لبعض الأمراض أو الفيروسات القادمة. أو حأنصح نصيحتين. أول نصيحة هن بقول لهم أدخروا أموالكم إلى ذهب وفضة. عملة العالم خلال السنوات اللي جاية هي الذهب والفضة. رح نشوف بنوك كتير للذهب وبنوك للفضة مش للفلوس. فهذه نصيحتي بالسنوات اللي جاية. حتى لو نزل الذهب عادي، اللي عنده ذهب مش لما يطلع يبيع يخليه، لأنه الذهب بده يطلع كتير. أنا من سنوات طويلة وقايل الذهب يطلع من فوق 3000، وعندي الفيديو حأرسل لك إياه من 2009. صحيح. وحكي عن الفضة والذهب، وما بغير توقعاتي، ذهب وفضة. سيشهد العالم حادثة كونية مخيفة وخطيرة، وذلك بسبب اصطدام نيزك ضخم وكبير يضرب الأرض ويسبب كارثة وهلع بشري مخيف. درجات الحرارة القاسية سوف تزداد رجاء ارتفاعا خلال المراحل القادمة، وقد تسبب كارثة دولية، وأرى أن غليان الأرض بشكل الخطر الأكبر على بعض دول أوروبا وأفريقيا وبعض الدول العربية. سنسمع عن بعض القصص المرعبة التي تحصل في أحد غابات العالم رجاء، مما سيؤدي إلى ضجة إعلامية واسعة مع انتشار حالة إرباك مقلقة بين الناس بسبب الخوف والهلع. كما سنرى مشاهد من الرعب تنتشر على الإعلام وعلى مواقع التواصل، وبتقوم قوات الأمن في هذه الدول بإغلاق المنطقة بالكامل وفرض حالة من الطوارئ في محيط هذه الغابات أو الغابة. تلوث خطير ومقلق سيطال المياه، وذلك من جراء تعرضها لمواد سامة جدا، مما سيهدد حياة الملايين من البشر حول العالم. أجسام مجهولة سنراها تظهر في سماء لبنان وفي أجواء وأكثر من دولة عربية، وذلك خلال المرحلة القادمة لأحداث مؤسفة. سيتم إيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم، وذلك بسبب حصول حدث مؤسف وكبير بيتعلق بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا وغير الفيروسات اللي حكوا عنها. إن شاء الله ما تصير خلال المرحلة القادمة. نشوف جامعات ومدارس بترجع بتتسكر. هلا امتى وكيف ما بعرف. بنشوف ثورة بركانية خطيرة ومخيفة سنراها على وسائل الإعلام خلال المرحلة القادمة، وفورة هذا البركان بتهدد بعض دول العالم رجع، وبتسبب باحتراق مسافات شاسعة من أراضي هذه الدول وموت وفقدان للأسف وتشريد الألاف من البشر. هلا 25 26 العلم عند الله. نعم. التكنولوجيا رجع العالمية بتدخل دائرة الخطر الكبير، وبتكون على خطوط بعض الأضرار والتعطيل بسبب حدث مؤسف، وأرى أن هذا الخطر لن يكون بعيد عن بعض ممكن الأقمار الصناعية أو غيرها، ولا عن مصانع التكنولوجيا الحديثة بالعالم. الصراع الخطير القادم على المنطقة والذي قد يؤدي إلى حصول استنفار أو مواجهات عسكرية محتملة حول العالم، سيكون الصراع على الطاقة والمياه، وستبدأ ملامح أو بوادر هذا الصراع بالظهور للعلن مع بدايات 25 أو 26. نعم. في هذا التوقع أحذر الأشقاء في أغلب الدول العربية بعدم هدر المياه وضرورة تخزين مياه الشرب في الآبار والأماكن المخصصة لها من أجل حماية الشعوب من أزمة نقص حادة في مياه الشرب خلال السنوات القادمة. سنسمع ونشاهد عن انهيار بعض الحضارات في دول أمريكا وأوروبا وبعض الدول العربية، وذلك بسبب حصول كوارث طبيعية قاسية قد تكون ونراها لأول مرة في تاريخ البشرية. غليان العالم سيؤدي إلى غليان أسعار أغلب المواد الغذائية وفي كل دول العالم، وأرى أن زراعة الأراضي والإنتاج الزراعي سيشكلان البديل الأقوى
لتأمين لقمة العيش وكسب المال بدلاً عن المواد الغذائية وأسعارها الخيالية القادمة. الزراعة هي اللي حتكون نمبر 1 بالعالم. نعم. احتمالات وقوع الحرب الكبرى بين بعض الدول رجاء نعم. قد تضع العالم على حافة الانهيار الغذائي. مشان هيك عم نقول ازرعوا المخيف، ومن المحتمل أن تكون هذه الحرب على أبواب السنوات المقبلة. لذلك أرى أن تخزين القمح والرز والسكر وبعض المواد الضرورية هو مصدر الأمان الوحيد في حال وقوع هذه الحرب لا سمح الله. كما أنصح بعض الدول العربية بتخزين ما أمكن من مواد المحروقات على أنواعها، وذلك تحسبا من حصول الأسوأ، لأننا قد نصل إلى حافة الهاوية في السنوات المقبلة من الزلازل، وخاصة الهزات القوية التي تثير حالات من الخوف والهلع من تركيا إلى البقاع مرورا بالأردن وسوريا وفلسطين المحتلة، والله يحمي الجميع. أواخر سنة 2025 أو في 2026. ولو سألتك عن هل بنشوف كوارث طبيعية وفي أي دول معينة حتكون فيها مثلا؟ كوارث طبيعية هي للأسف الشديد بنشوف وقوع المزيد من الكوارث، وخصوصا المناخية اللي بشوفها بتضرب بعض الدول. وأكبر وأخطر هذه الظواهر المناخية المخيفة اللي حنشوفها بالمستقبل المنظور هو ظهور كمان أمراض خطيرة هي بسبب أشعة الشمس، بسبب الشمس ما شفناها من يمكن ملايين السنين رح تمرق. بتؤدي إلى ارتفاع بحرارة الجسم، وبصير في حصول حالات من الإغماء أو الاختناق بسبب بسبب الشمس. سوف تتعرض بعض الأقمار الصناعية إلى حصول عدة أعطال مفاجئة تؤدي إلى انقطاع شبكة الإنترنت، وهي حكي أنا عنها قبل وبضلني وعم برجع بشوفها، وقد تحجب إرسال بعض المحطات الفضائية البارزة. للأسف بيشهد العالم المزيد من كوارث الطيران وخاصة الطيران المدني، كما سيتفاجأ العالم من خلال نشرات الأخبار باختفاء أحد الطائرات بالجو. بيذكرنا بطيارة قبل اختفت. نعم.